السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحة واحسن حال. نبتدي كده فيديو جديد بنهار جديد بيوم جديد بكل حاجة كده طيبة. ربنا يحقق لكم كل ما تتمنوا في يومكم يا رب، ليكم ولأولادكم. اللهم امين يا رب العالمين. والف الف الف مليون مبروك لكل طلبة الثانوية العامة. ربنا يحقق لكم يا رب امانيكم ويجعل تعب اهاليكم عليكم كده بالخير والنفع يا رب، ويحقق لكم كل ما تتمنوا. نزلت كده. بصوا اليوم ده يعني مش عارفة، كان في زهق كده، العيال مش عايزين يفطروا اي حاجة، وانا كده كده ما بفطرش، وبرضه في من ولادي زيي ومش عايزين فول وفلافل والحاجات اللي يوميا على الله دي. فتعبوا يعني، فقلت ايه والله العظيم، يلا يا بنتي يا اوشا روحي ضحي النهارده وهات لهم شويه حاجات ايه كده تغيير. بس يعملوا حسابكم ان الحاجات دي يعني مره في الشهر كده. يلا يلا في الشهر، مش هقول في السنه، يلا. والله العظيم ضحيت ونزلت جبت لهم. اصل الحاجات دي هياكلوها ومفيش دقيقتين ثلاثه يقول لك يا ماما احنا جعانين، لان دي حاجات تحليه كده. بس اللي هم طلبوه انا جبته. نزلت لقيت الكيكة دي اللي هي معمولة عليها شوكليت دي، الكيلو منها ب120 جنيه، جبت نص كيلو. والكنافة برضو اللي هي الرول دي، الصوابع دي برضو ب120 جنيه، جبت نص كيلو. والقراقيش الكيلو ب100، جبت نص كيلو برضو، من كل حاجة نص كيلو كده. المهم يعني شوية الحبشتكنات دولت عملوا 170 جنيه. فعشان كده ادام الحاجة عبيطة قلت ايه يا بنت خلاص خليها كل اسبوع اعملي تغيير كده، يلا ان شاء الله معنا حد حوش. ورحت حاطه لهم بقى لكل واحد قطعة كده من الجاتو ده. والله زي الجاتو تحفة، اقسم بالله تحفة. والكنافة كانت خطيرة، والقراقيش تجنن يا بنات تجنن. ما يجي تعب الواحد وهدته في البيت والله، وايه يعني، وقعدة الفرن وبتاع يعني. نص كيلو ما شاء الله كنا لما شبعنا واتبقى كمان منه. بس كده. وبالمرة بقى انتوا عارفين ايه اختكم يعني الحاجة اللي ناقصة رحت جايباها. الشامبو خلص يا ماما، ماشي، رحت جايبه قرب يعني يخلص، فرحت جايبه ايه، فاتيكا ده اول مره اجيبه، قلت اجربه كده اشوف الدنيا ايه. والمناديل اللي ولادي بياكلوها دي بياكلوها اكتر من الاكل. ايه ده؟ معلش يا بنات ان انا فصلت، في ظاهر خناقه في الشارع يعني. ربنا يا رب يرحمني يا رب، بجد عايزه في اقرب وقت امشي من المكان ده والله. يلا ربنا المستعان. المهم فجبت بقى ايه اللي ناقص كده، وجبت لهم كمان حمام كريم. وجبت بيض. البيض ده كان من يجي من 3 4 ايام كده، كانت كرتونة البيض ب90 جنيه، النهارده جايباها ب105. كويس، بس يا ريت يتن كده والله يعني ما يغلاش عن كده. المهم جبت كرتونة كده بتنفع بقى عندي بالليل، اي حد يجوع ونفسه مش جاية لأي اكل بيقلي بيضتين. على فكرة احنا من هواياتنا يعني من عشقنا في بيتنا بنحب ناكله البيض بالرز. ما تقلسوش، مش عارفة ازاي بس احنا بنحب كده. المهم هنعمله ايه بقى النهاردة. جايبة كده نص كيلو، لا كيلو الا ربع مفروم. وقلت بقى ايه نعمله تغيير النهارده كده، ونعمله حبة كفتة بطريقة اختكم اللي هي ايه يعني بسيطة جدا جدا جدا، وهتاكلي ألذ واشهى واطعم كفتة في الدنيا. انا بمسك كمية بصل كده محترمة بتاع نص كيلو بصل كده، وباجي ضرباه في الكبة. تمام، بنعمه جدا يا بنات، بنعمه جدا، عشان الكفتة بالذات بتحب البصلة تكون ناعمة يعني، مش ما تحسيش بحتت وانتي بتاكليها كده. وكمان ما تخليش الكفتة بتاعتك تفك. وبالمرة قلت اضرب ايه طماطم اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عشان هعمل مكرونة فهعمل لها صلصة كده. فالمهم جبنا بقى علبة اللحمة ونحاول يمين وشمال مش راضية تتفك. المهم هي خلاص ده كيلو الا ربع لحمة مفرومة. طبعا انت بتخلي الجزار يفرمها لك وانت واقفة، دي اضمن حاجة في الدنيا. انا لان انا من نوع يعني شكاكة جدا بالذات في اللحمة المفرومة دي. فاخدت بقى كمية من البصل كده اهو، حسيتها كتيرة شوية، وبعد كده هتلاقوني حطيتها كلها.
همسك بقى ملح وفلفل اسمر وبهارات لحمه او بهارات فراخ، اي حاجه، اي بهارات عندك. ده لا ازيد ولا اقل. ومفيش حاجه اسمها تصفي ال البصله من الميه بتاعتها وبعد كده تبل ايديكي وتعملي ايه الافلام الهندي دي. ما تصعبيهاش على نفسك يا حبيبه قلب اختك. زي بصي اهو، مسكت البصله مضروبه بالكبه، بميتها بعبلها بكل حاجتها. يعني ما اعملش الكفته بالتفل بتاع البصل. فين الطعم بقى؟ وايه ابل ايدي؟ طب ما كده كده انا بحط ميه اهو. طب ما انا اخليها بميتها وبكل حاجتها وهتطلع صوابع كفته. طبعا اخواتي وحبايبي اللي متابعيني من زمان عارفين طريقتي. الحمد لله. ابصوا ببركه ربنا، اقسم بالله كل العمايل ببركه ربنا دي نعمه. ولا تلاقي صباع فك ولا صباع دوحس ولا صباع كده، فاهمني؟ بتبقى زي السكر. هتشوفوا معايا دلوقتي وهنقعد نتغدى مع بعض وهيبقى يوم زي العسل. المهم بقى حطي لاختك لايك واشتركي معايا في القناه لو بتشوفيني لاول مره، ويا ريت بتمنى انك تكتبي لي كده انك متابعه جديده ليا عشان ارحب بيكي. ربنا يا رب ما يحرمني منكم ويجازيكم كل خير ويجعلكم دايما نعمة في حياتي ويكتركم كده لحد ما توصلوا ل7 مليون. معرفش ازاي بس هيحصل، هيحصل. خلي الامل في ربنا كبير. المهم مسكت بقى، بقيت ايه، انا بحب اعمل صبع الكفته مفتري، اللي هو يعني ايه يعني المفروض الصبع من دول يتعمل 2. انا بقى بعملهم كده ايه، يعني الواحد ياخد الصبعين يبقى 100 100. اقسم بالله هتاكلي بيهم طبق مكرونه طويل عريض. ويا سلام بقى لو حبه دقه اسكندراني جنب المكرونه، يا سيدي حاجه كده شغل فاخر من الاخر. هتدعي لي من قلبك. تمام. وممكن لو انت بقى اسره صغيره، احنا عشان ما شاء الله اسره كبيره بتتكون من 6 افراد. ربنا يديمهم نعمه يا رب في حياتي ويصلح حالهم ويهديهم. اهم حاجه العيال اللي هيجنوني دول هيخليني بجد ماشيه اقول انا حصحص في الشارع. ربنا يصلح حالهم. المهم جايبه كيلو الا ربع. لكن انت مع البصله مع مش عارف ايه، لان عامله حسابي يعني احنا بناخده كيلو لحمه من كل حاجه. فعارفه انا بقى ان البصله الربع الزياده ده هيكمل وهيزيد كمان. فبعملها انا كبيره لان انا بحب الكفته تبقى الصبع صبع محترم، عصايه كده. المهم خلصنا الكفته بتاعتنا. هتروحي بقى ايه، رشه زيت كده جميله من فوق الوش، ما تكتريش، رشه زيت جميله كده. واصلا وهي على النار بقى هتلاقيها بتنزل ميه، ما تقلقيش. تيجي هزاها، تهزيها يمين وشمال لما تلاقيها بتنزل ميه عشان تقلبيها، وتيجي ماسكه الماسك وتقلبيها بعد كده كده. المهم هنغطيها عشان ايه، تستوي من فوق ومن تحت وتبقى زي الفل. وتتابعيها واوعي تتحرق منك. ما تحطيش اي نقطه ميه ولا اي حاجه خالص، هي هتنزل ميه وهتشربها تاني وهتبقى عسل. وحته فحمه بقى من الفحم السريع ده، او فحمه من اي فحم عندك يكون نظيف طبعا وشاريينه من عند العطار، تولعيها وتيجي حطها في قلبيها بعد كده ونقطتين زيت عليها. هتدخنها لك وتبقى كأنك جايباها من عند احسن حاتي في الدنيا. احسن حاتي ايه في الدنيا. نحضر بقى الصلصه بتاعت المكرونه. حبه الطماطم بتوعنا اهو زي ما انتوا شايفين. بصي هتدوقي حبه مكرونه بالصلصه كده، سكر، معلقتين صلصه عشان المكرونه، عشان الطماطم طبعا فاتحه. هتحطي معلقه او معلقتين صلصه على حسب راحتك، ملح، وتحطي معلقه سكر كمان. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اهو دي حبة بهارات فراخ او لحمة اللي تحبيه. بس بهارات الفراخ دي اللي بتتجاب من عند العطار ويكون موثوق منه. حاجة كده سكر سكر بتخلي الاكل طعم طعامة. ممكن تحطي فصين توم وحبة زيت، يبقى حطينا ملح وفلفل اسمر وحبة زيت، بهارات فراخ او مكعب مرق، بس الافضل تحطي بهارات فراخ، ومعلقة سكر عشان الصلصة. تمام يا ستو انا، وحبة زيت وبس كده. خلص سلقنا المكرونه. طبعا ما كانش عندي غير، انا بعمل 1.5 كيلو مكرونه، ما كانش عندي غير مكرونه عقل ونص كيلو مكرونه اقلام. والله العظيم عملتهم مع بعض. ايه يعني، هو احنا اللي هناكل ولا حد غريب؟ احنا اللي هناكل. ودي مكرونه ودي مكرونه. قلت يا بنت تعمليهم عدي بيهم وخلاص اهو زي ما انتوا شايفين. ايوه ام مصريه اصيله. وبغرف بقى كده لكل واحد طبقه
بحط الصلصه فوق الوش. حابه تاخدي الصلصه تقلبيها على المكرونه كلها على راحتك، بس بالله عليكي يا نوره كلمه حق تتحاسبي بيها، كانت الكفته طعمها ايه؟ بس كده تحفه. دي جنان 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 جنان. انا عايزه ماشي يا حبيبي، حاضر. بجد والله هعمل، حاضر عينيا، حاضر. مرة بس يعدي يومين كده ونعمل ونعمل كتير يعني نص باين بس. اما انا عامله كيلو الا ربع والله. اعمل ايه تاني؟ اعمل 2 كيلو؟ ليه هفرق ولا ايه؟ حاضر يا حبيبتي عينيا، حاضر. هما الاسم صبعين، بس الصبع انت عارفه ب10. انا عايزه انا عايزه بتاع 5 من يا اختي بس كلي. ما انا هاكل بس اعملي. حاضر عينيا، حاضر. ما انت كده هتبوظي لي الدنيا. عايش لا ما تاكليش، خليهم صبعين. بصي بقى شكل الكفته تجنن تجنن. طبعا انا كنت غرفت طبعا لافراد من الاسره يعني. ده بقى ايه طواقي انا على اجزاء. بناكل على اجزاء. حطيت بقى صبعين والمكرونه كده، وحبه بطاطس محمره ماشي، قرن فلفل، حبه مخلل، اي حاجه. انا بقى انا بقى عملت ايه؟ عملت حبه المكرونه بالصلصه وصبعين الكفته، لان الجو مش قادره اقف احمر بطاطس ولا انا كده، خلاص بنزيني خلاص. وقعدت كلت وقرن فلفل كده مشطشط. لو حابه تعملي دقه اسكندراني يا سيدي، لو حابه دقه اسكندراني بقى. في اليوم ده انا ما لقيتش عندي شطه، عشان كده ما عملتش. اهم يوم ابهاتي لي بكره وانت جايه من مشوارك، ابهاتي لي معاكي. معايا ازاي؟ ماشي يا ساتر، هنتفقع فضايح على النت. هبقى حاسبك يا ستي. بس قرون شطه سليمه انت عارفه طبعا. بجيبها بنات شطه حمرا سليمه وبفرمها انا عندي هنا، عشان الشطه التانية دي اعوذ بالله ما تقلي بتبقى فيها كأن فيها سم. المهم غرفت طبعا لكوكي. بص كوكي عامله ايه، والله هتجنني. ماسكه معلقه ببقها على بال ما تشغل الكرتون. ما تعرفش تعمل ابدا، تتفرج كده من غير ما تشغل الكرتون. ربنا يصلح حالهم يا رب. العيال التليفونات بقت ادمان، اذا كانت بقت ادمان بالنسبه لنا احنا. وقعدنا وبألف هنا وشفا ولقمه هنيه تكفي 100. وقعدنا بقى طبعا نتحدث ونتفاحص، واقول له ايه رايك في الكفته لبابانا طبعا. قوي يعني ماما تكفي 6. هي مين لقمه يعني تكفي 6؟ تكفي 6 بعددنا يعني. يعني حته للقطه. بصوا شكل الكفته يا بنات. ما رضيتش تاكلها، تفتكري عشان وحشه؟ لا عشان هي قطه. انفه قطه بنت ناس زياده عن اللزوم. يا لهوي مش ممكن. عندي قط مش قط يعني ما بياكلش السمك. ما بياكلش حاجه يا حبيبي، والله حاجه بسكوتاته بالبلاطه كده يعني. يلا الحمد لله. ما تاخدوش في بالكم، انا بتكلم طبعا مع بابانا وعمالين نحكي بقى ومش عارف ايه. الحمد لله ان انا شايله الصوت. الحمد لله. لا كنت بحكي له هنا على المكرونه، بيقول لي انت عامله ليه نوعين مختلفين؟ قلت له اللي موجود. موجود عندي، اقسم بالله اللي كانوا موجودين عندي. عايزه اجيب حبه مكرونات برضه. عايزه ايه؟ سباجيتي يا ستي، دي بتزهقيش منها؟ بس اللي بحبها. والعقل لا، مع ان هي نفس العجينه. نفس الجمله اللي انا عارفاها كل سنه. كل سنه ده كل يوم. يا بنتي حرام عليكي. انا بحب شكل العجينه الطويله النونه دي. ده ماشي يا عم محمد، ماشي. الماركه تقول لي ابو ابراهيم وانت عاملاها اي حاجه. بس الصبع الكفته، ولا تقولي لي فك ومن جوه جوسي كده ومن بره محمر وبحاجه سكر. يلا بألف هنا وشفا على قلب ولادي وقلوبكم يا رب يا حبايب قلبي. اوعي بقى تكوني لسه ما حطيتليش لايك واشتركتي معايا في القناه وكتبتي لي انك متابعه جديده، او صلي على الرسول في الكومنتات. اكتبي دعوه حلوه ليكي ولولادك وليا معاكي، لو افتكرتيني. بتمنى ان الفيديو النهارده يكون عجبكم. واكون كنت خفيفه كده على قلوبكم. اشوفكم في فيديو جديد باذن الله، ومتبوسه مني على خدكم كلكم. يلا باي باي.